انا بقى جاي عشان الكلام ده. الراجل ده بيقول ان هو بيعمل اقوى طاجن باميه في مصر. بطاطس صينية بفضل الله، بسم الله ما شاء الله، بتحط فيها أي ست بيت مصرية بفضل الله. طلعت النهارده بقى من الغوريه، جايين ناكل اكله حرشه من عند فوقش ابن سيد بتاع الطواجن. عشان كده طلعنا على الغورية وبالتحديد حارة حوش أدم. المطعم صغير جدا بس بيعمل شوية أكل شرقي وطواجن من اللي قلبك يحبها. صعيدي رقم واحد بفضل الله. احنا اصلنا جزارين بفضل الله. اقوى طاجن باميه في مصر وارخص طاجن باميه في مصر، لحمه بلدي صعيدي رقم واحد، اكل صعيدي عكاوي لوناوي. زي ما قلت لكم المطعم تحت صغير جدا، ومؤخرا هم أخدوا مكان فوق عشان يوسعوا على نفسهم، فالأحسن اتصل بيهم واحجز قبل ما تروح. أخيرا الأكل وصل، أنا دلوقتي في غاية السعادة. عليا يا باشا. ايوه بقى، ايوه بقى، خش عليا بالحاجات الحلوه دي. اهم حاجه الطحينه والسلطات واللازم. زي ما انتم شايفين احنا جبنا اكتر من حاجه. عندنا هنا الكوارع، هو قال لي في كوارع مخليه وكوارع مش مخليه، احنا اخترنا اللي هي مش مخليه تبقى صحيه على بعضها. طبعا طاجن الباميه اللي هو اشهر حاجه عنده. عندنا هنا كبد والكلاوي وقلب. في برضو هنا الموزه المتحمره، وفي سجق طبعا، والفته والملوخيه. في جريمه، احنا هنعمل دلوقتي جريمه، الاكله الحرشه فعليا يطرح لها اي مكان. فخلينا ندوق الفته عبال ما العيش يجي. بسم الله. فته بيتي زي ما بيقول الكتاب. الكوارع بقى شو سخنه لازم. بسم الله. انا مبسوط. الكلام ده لازم يتاكل كده يا جدعان، مفيش بقى جو شوكه وسكينه، لا هو دي كوارع هي بتتاكل كده. انا اسف لبشاعه المنظر. بسم الله. احنا عايزين مناديل. بس الكوارع شوربه ممتازه. الكوارع اهم حاجه فيها النظافه، وان هي ما فيهاش اي زفاره. اهو تعالى قرب يا عبده كده، باين قوي ان هي متنضفه كويس. الناس اللي بتحبها مخليه بقى، هو عنده مخليه ممكن تطلبها مخليه. خلينا بقى نخش على الباميه. باميه باللحمه. اوه جامد جامد. لا بدايه قويه. احنا العيش بس متاخر علينا شويه، ففي كذا حاجه عايزين نجربها بالعيش، بس مستنيين العيش. عرق الملوخيه ده لا يقول ان طعمها حلو من قبل ما نجربه. ممتاز. طيب في هنا طاجن ايه، بصل باللحمه برضو، وعايز ادوق ايه، حته لحمه كده. امم ده رهيب، ده رهيب. موزه بيتاخد كده بقى. اه بالصبح. ايه الجمدان ده يا عم فوش. انا عرفت الناس بتجيلك من كل حته ليه. السجق مع طحينه بقى. السجق مع طحينه. طيب السجق حلو قوي. تتبيله مع طعم اللحمه باين حاجه محترمه قوي، بس عشان سيبناه شويه عشان تصوير، فبصراحه ده لازم يتاكل وهو سخن. يعني لو انت هتيجي هنا وتاكل الكلام ده، اول حاجه تاكلها هي السجق. ابدا بالسجق على طول، عشان لو برد زي ما برد معانا كده
هو بارد مننا احنا بصراحه بسبب التصوير، مش هتحب طعمه احسن حاجه بصراحه، بس كواليتي لا، كواليتي محترم قوي، باين حتى في طعمه حتى هو بارد. خلينا نجرب كده الكبده برضو، ناخد كده الكبده لحد ما العيش يجي. بسم الله. التتبيله بتاعتها حلوه، فيها شده بسيطه كده. ناخد حته كمان. ده ممكن يبقى الشد، ده ممكن يبقى قلب، بس كتتبيله محترمه قوي، مفيش اي زفاره، طعمها باين قوي، محترم، حلوه. طيب لقيته بيعمل فراخ، بيقول لي برضو انا بتحدى بيها اي ست بيت ان هي تطلع الفراخ بالشكل ده. قلت له الفراخ مش مكانها هنا مع اللي احنا بنعمله ده. فهو قال لي حاجه حلوه، قال لي هو متميز فيها، ولو حد معاه اطفال مش هيعرفوا ياكلوا الاكل ده، فده بيبقى اختيار حلو قوي ليهم. او لو معاك حد ما بياكلش الكوارع والموزه والكلام ده كله، فالفراخ اختيار حلو قوي ليهم. خلينا نشوف كده من جوه. بصوا، هي اصلا اول ما فتحته هي دايبه قوي. بصوا يا جدعان، وطبعا ما فيش زي امي، بس انا حاسس ان قاعد في البيت عند الحاجه باكل من ايديها، فدي حاجه تحسب لهم قوي، مش اي حاجه بتعجبني بالشكل ده. ملخص بقى تجربة فوقش: المكان يستحق جدا انك تروح له مخصوص. عيوب المكان انه دايما زحمة وممكن تستنى شوية وقت. الاكل بيتعمل يوم بيومه، فاحيانا الاسعار اللي في المنيو بتتغير وفي حاجات مش هتلاقيها. انا كده جوعتكم تقريبا بما فيه الكفايه، سيبكم هنا بقى ونكمل الاكل. سلام. بامانه انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اتبسط قوي كده، يعني انا حسيت ان الموضوع شو مش اكتر، وان الراجل ده بيعمل شو لنفسه، بس فعليا لما جيت واكلت هنا لا الموضوع مختلف. انتوا فعليا لازم تيجوا تجربوا الراجل ده، عظمه عظمه.